ايوه هي دي اللي هتكفي معاكي لشهر رمضان، والحقي كده هاتيلك شويه وخزنيهم، وهي رخيصه كده وحلوه وحمرا وجميله، بس بجد حلوه جدا وهتوفر معاكي لشهر رمضان، وكمان رخيصه جدا وممكن تغلى في اي وقت. انتوا عارفين ان الطماطم بقى مجنونه وكل شويه بسعر. بس هنعملها النهارده بطريقه حلوه جدا. تابعوا معانا الفيديو للاخر لان الخطوات هتعجبكم جدا. بس اهم حاجه ما تنسوش اللايك من ايدك الجميله لاختك حبيبتك. اول حاجه كده نبقى غاسلين الطماطم، اي كميه احنا جايبينها هنقطعها كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده هنبدا ان احنا هنعملها من غير ولا نقطه ميه. ايوه من غير ولا نقطه ميه تحطيها للطماطم. هنحط بس ايه بنجرتين كده زي ما انتم شايفين، او بنجرايه واحده عشان البنجر ده كان صغنن يعني. هنسيبها بقى كده على نار هاديه، هتلاقيها نزلت ميه الطماطم لوحديها. اوعي تحطي لها ميه خالص، هي زي ما انتم شايفين كده، شايفين نزلت كميه الميه اللي انتم شايفينها دي، والله ما حطيتلهاش ولا نقطه ميه. وزي ما انتم شايفين استلصلت معايا بالشكل اللي انتم شايفينه. اوعي بجد تحطي لها ميه، زي ما انتم شايفين نزلت كميه ميه قد ايه. ناس كتير قوي بتحط لها ميه، بس تبقي غلطانه لو حطيتي لها ميه. ما تحطيلهاش ميه خالص وسيبيها على نار هاديه، هتلاقيها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هنيجي هنا بقى هنضربها بقى في الخلاط او في الكبه زي ما انتم ما تحبوا. بس هقول لكم على خطوه هنا انا بحب اعملها في الطماطم، انتوا لو مش حابينها ممكن تستغنوا عنها عادي. انا هبدا ان انا هنا ايه اجيب بقى كده طبق، وهبدا بقى ان انا ايه اصفي كده بقى ايه الطماطم بتاعتنا. طبعا في ناس كتير قوي ما بتحبش تصفيها وبتقول ان هي مثلا هتاخد من الصلصه كتير، بس بالعكس لا، انت لو صفيتيها كويس جدا ما بتطلعيش الا التفل بس بتاع الطماطم، مش اكتر من كده. زي ما انتم هتشوفوا معايا هنا انا بصفيها كويس جدا بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ما بخليش خالص تطلع منها اي نسبة من الطماطم. بالشكل اللي انتم شايفينه دوت. انا صفيت بقى كل الكميه، وزي ما انتم شايفين ما بيطلعش منها كتير. هبدا بقى ان انا احطها تاني في الحله، وهحط لها بس ايه ماده حافظه حاجه واحده بس بسيطه. هنحط ايه معلقه صغيره كده ايه من السكر، وبعد كده هبدا ان انا ارفعها بقى على النار شويه. وبعد كده هنبدا ان احنا بعد ما رفعتها على النار هنسيبها شويه كده تكتك كده معانا، وتبدا ان هي ايه تغلي كده شويه على النار. وبعد كده ببدا ان انا بسيبها تهدى، وببدا ان انا ايه اعبيها كده بقى في الاكياس. طبعا بتعبي الحجم اللي انت حباه يعني على حسب الكميه طبعا، وعلى قد الطبخه اللي انت بتستعمليها. بجد جميله جدا وبتريحنا كمان كتير، مش عشان خاطر بس ان انت عشان ان انت تخزنيها لرمضان بس، لكن انت في اي وقت تلاقي الطماطم كده رخيصه تبداي ان انت تخزني منها، لان بتريحك جدا وبتكفي كده ان انت تطلعي الكيس وتستعمليه على طول. اتمنى لو وصلتوا لغايه هنا وعجبكم الفكره ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وكومنت حلو منكم. ولو لسه مشتركتش في القناه اشتركي في القناه عشان كل وصفاتنا اللي جايه هتعجبك جدا. شايفين لونها عامل ازاي؟ الطماطم بجد تحفه جدا، وكمان البنجر كمان بيحليها جدا. اتمنى يكون عجبكم وتقولوا لنا ايه رايكم.